السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا المشكلة ان ناس كتير بتشتكي منها، ريحة الحمام وحشة ليه؟ طبعا ريحة الحمام بترجع لان البرقع هنا مش راكب زي ما احنا شايفين اهو. المفروض البرقع ده بينزل في غاطس او خدام ميه من تحت، بحيث ان الماسورة الاربعة بوصة اللي هي بتاعة البراز بتاعة الصحي دي بتنزل ريحة عن طريق الفتحة الاتنين البوصة اللي موجودة هنا. لو مفيش برقع هنا بينزل الميه السخنة بتنتشر في الحمام من خلال المدخل بتاع البرقع. طبعا انت مفيش برقع زي ما احنا شايفين اهو، السخونيه كلها هنا. طبعا طالما ركب البرقع خلاص مفيش اي تهويه او ريحه غازات، فبتلاقي ريحه الحمام بتاعتك كويسه، ما فيهاش اي مشكله. مفيش البرقع اللي راكب دوت، اعرف على طول ان الحمام هيبقى ريحته سيئه على طول مدى الحياه، وانت مش عارف الريحه دي اصلا جايه لك منين. فالريحه دي بتيجي بسبب ان البرقع ده مش راكب، مش موجود، مش هلاقيه. طبعا احنا رحنا اشترينا دلوقتي واحده اهي جديده عشان ناخد منها القطعه دي. ده ما يرضيش ربنا طبعا، لان كل واحد بيجي بيروح جاي هو شغال بيروح مستسهل بينضف البيبه بتاعته ويروح شايلها وراميها. طبعا اللي شغال ورامينه مثلا اذا كان سباك ولا حاجه بيشطب، المفروض يبقى واخد باله من حاجه زي دي، حاجه مهمه جدا. ان حاجه زي دي ما تترميش، لان بتلاقي العميل جاي يقول لك انا في ريحه معفنه في المكان، دي يمكن رقم 39 ولا حاجه في حياتي اغيرها، ملهاش لازمه خلاص كده، دي كده مبقاش لها لازمه، دي بتترمي خلاص، ملهاش اي 30 لازمه. عندي بيبتين النهارده بيبقى ثمنها 160 جنيه ولا 170 جنيه، حرام ولا حلال عشان اخد منهم دي. ويا ريت الشركات بتنزل قطع غير منها مثلا ولا حاجه، المفروض ما ينزلهاش. كل بيبه بتاعتها بتقعد على العمر كله. طبعا اي حد شغال بتاع سيراميك او سباك بيجي يروح راميها ويفتكر ان مفيش حاجه، بعد كده تيجي تطلع ريحه، لان الغطس بتاعها هنا اهو، الغطس ده بيبقى في الميه، في قلب الميه من جوه من هنا. مفيش بقى غطس في الميه، هتلاقي الريحه كلها جايه بقى من العماره كلها داخله لك من هنا على الحمام، تشم ريحه منتنه. الناس تيجي تشتكي في الاخر تقول لك الريحه دي جايه منين؟ بتبقى جايه ان مفيش برقع هنا. البرقع ده مش موجود، بيبقى بيختلف في اشكاله طبعا، يعني ممكن تلاقي شكله زي ده كده، في شكل هرمي، في شكل يعني اشكال كتيره مش ده بس. يلا يا عم حمزه.